شباب يصنع ثورة، الله أكبر، يوقظ فجرا يوقظ شعلة، الله أكبر، يكتب في التاريخ سطورا، مصر بلادي، أن بلادي فوق القمة، مصر بلادي.
صوت قلوب الشعب الحرة، نبض يبني مجد الأمة، صوت يصدح في الآفاق، يرفعها من يلهب همة، يكتب في صحف الميلاد. مصر بلادي مصر بلادي، صوت في الميدان ينادي. التحرير 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 ميداننا. صوت شهيد قام يغني، روح تمشي بين الصف، قال رفاق الثورة سيروا، طير الجنة يشدو خلفي، ظن الطير على ميعادي. مصر بلادي مصر بلادي، صوت في الميدان ينادي. بقول ألف مبروك لمصر واحنا مستمرين. ألف مبروك لمصر والثورة مستمرة. شعور جميل بالانتصار والرغبة في مزيد من العمل حتى تحقق الثورة باقي أهدافها، لأن ما لم يتحقق أكثر مما يحقق. بقول ده أهم وأعظم يوم في تاريخ مصر، 25 يناير اللي قامت فيه الثورة، واللي ذكراه النهارده بنحتفل. لكن للأسف الثورة لم تستكمل، وعشان كده احنا جايين النهارده عشان يبقى 25 يناير رمز للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكل مطالب الثورة، وده اللي احنا مصرين علشان احنا نحققه ان شاء الله. شهيد ترفع صورة بطل في المقصورة، قالت ولدي في الميدان يهتف يا بلدي المنصورة، قامت تهتف في الأشهاد. مصر بلادي مصر بلادي، صوت في الميدان ينادي. صوت الجيش بدا منسجما، عانق صوت الشعب وقبل، هذا الجيش وذاك الشعب، معبر بلدي للمستقبل. صوت الأمل الشارد يأتي يزرع شجرا في الميدان، يبعث في الوجدان شعورا أن القادم ثمر الآن. صوت في الميدان ينادي، مصر بلادي مصر بلادي، صوت في الميدان ينادي. أول رسالة بقولها ومع احترامي الشديد لكل من يحتفل، ليس عيدا، هذا ليس عيدا. يوم العيد الأكبر لنا هو يوم أن نجتمع في ميدان التحرير، ننصب رئيسا لدولتنا، رئيسا لجمهوريتنا. هذا هو يوم عيدنا، هذا هو يوم العيد الحقيقي. أما اليوم فهو مرور عام على 25 يناير، مرور عام على مطالب تحققت ومطالب ستتحقق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الثورة أتت ببعض ثمارها، وكان أول ثمار هذه الثورة أن أخذ المجلس التشريعي، مجلس الشعب، سلطاته الرقابية والتشريعية، وأخذ أيضا وضع السياسة العامة للدولة، وسيقوم المجلس الشعبي بدوره لاستكمال كل أهداف الثورة. فنعم، نحن نادينا بإسقاط النظام، وقد سقط زعماء هذا النظام، ولكن هناك ذيول كثيرة وفلول كثيرة الآن تريد أن توطد مكانها في الدولة. بإذن الله تعالى في الأيام القادمة سيتم استئصال كل هؤلاء الفاسدين المفسدين وتقديمهم إلى العدالة، وبإذن الله سيحس هذا الشعب في الأيام المقبلة أنه يحقق كل أهدافه إن شاء الله. أوجه إلى الميدان رسالة تهنئة
قبل عام من اليوم كنا نضرب بالرصاص وبالخرطوش وبسيارات المياه وبسيارات الغاز. اليوم نحن نمشي في أمان، يحضن بعضنا بعضا ويهنئ بعضنا بعضا. حتى الاعتراضات اللي بتيجي من بعضنا على بعض اعتراضات راقية وحضارية، يجب أن نحمد الله على هذه النعمة. كنا قبل سنة في احتمال أن تضيع منا البلد، نحن الآن نسترد بلدنا إلى أيدينا. فأهنئ الشعب المصري كله وأهنئ الذين عملوا في هذه الثورة من أولها إلى اليوم، وأرجو أن نستمر حتى نحصل على جميع مطالبنا بإذن الله إن شاء الله.